بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. موضوعنا النهاردة هو موضوع يعني رخم شوية. موضوع ناس كتيرة وقعت فيه، ناس كتيرة غرزت فيه، ناس كتيرة اتوحلت فيه، ناس كتيرة معرفتش تطلع منه. يا اما بسبب الصحاب اللي هم للأسف مش صحاب، يا اما بسبب الأهل اللي هم للأسف ما كانوش واعيين بالقدر الكافي ان هم يحافظوا على أولادهم ما يدخلهمش في السكة دي، يا اما بسبب المدرسين او المدربين او القرايب الكبار، العم الخال الجد الجده، يعني الناس اللي هم كبار او نماذج قدوه. زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات، ابنك هيطلع شبهك، فانت لو مش شرط ابنك اللي هو انت بتربيه، يعني ما انت بتأثر في كل اللي حواليك، كل اللي اصغر منك وكل اللي بيحبوك انت بتأثر فيهم، فانت بتربيهم يعني بتغرز فيهم حاجات. مش شرط تكون بتربيه يعني انت الاب او انت الام او انت اللي بتاكله وتشربه وتحميه وتلبسه وتصرف عليه وتكسيه ولو غلط تضربه والكلام ده كله. لا، انت كل حد انت بتاثر فيه انت بتربيه. هو ده معنى التربيه يعني. فالمدرس بيربي، المهندس بيربي، المدرب بيربي، اي حد انت بتاثر فيه انت بتربيه، بتزرع جواه حاجه، بتزرع في شخصيته حاجه، بتصلح فيه حاجه، بترشده لحاجه، بتلفت نظره لحاجه. فموضوعنا النهارده عن التدخين. التدخين ده للأسف هو عادة سيئة جدا، عادة زبالة جدا، عادة ضارة بالصحة جدا. مش هتكلم كلام مكرر طبعا واقول ان هو يعني حاجة، يعني مش عارف يتسمى ايه، حاجة قذرة، حاجة زي الزفت، حاجة تقرف، حاجة ملهاش اي 30 لازمة، حاجة بتصرف فيها وقتك وصحتك وفلوسك على الفاضي. نخش في المفيد. زمان كان التدخين عبارة عن سجاير وشيشة، دلوقتي بقت تدخين. وطبعا الطبقه الارستقراطيه بقى اللي معاهم فلوس شويه، واللي هم بقى يعني انت فاهم، اللي هم الناس اللي هم البشوات والبكوات والناس بتوع زمان قوي دول، اللي هم فعلا بقى اللي هم البرنسات يعني بتوع زمان. تلاقي بايب، تلاقي سيجار، تلاقي معرفش ايه الحاجات اللي هي اللي كنا بنسمع عنها ونشوفها في الافلام دي. طيب دلوقتي للاسف اتضاف على القايمه دي جنب الشيشة والسجاير، للأسف اتضاف عليها حاجة كده اسمها فيب أو الشيشة الإلكترونية. الشيشة الإلكترونية دي بيبقى فيها سائل وبطارية كده صغيرة، بتطلع حرارة، بتحرق السائل دوت، بتطلع البخار بتاعها، بيعمل شوية دخان كده حلوين، يعني شوية بخار كده حلوين. بخار مش دخان، تاني بأكد ده بخار مش دخان. فالناس تقول لك لا يا عم، ده مفيش اول اكسيد الكربون، ده بخار مش دخان، ده مش عارف. طب انت ما تعرفش اضرار البخار ايه؟ الاطباء نفسهم بتوع الامراض الصدريه وبتوع الجهاز التنفسي بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في ان البخار ده خطر جدا 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 على الرئه، ونسبه البخار لو زادت في الهواء تعمل لك مشاكل صحيه قد كده. فتخيل ده بقى، الله اعلم المواد اللي فيه ايه، يعني بلاوي سودا يعني. وحتى لو اضراره قليله، حتى لو انا هفرض معاك جدلا يعني، حتى لو اضراره قليله، مع ان هم ما اثبتش كده، ما ثبتش كده علميا، ولا واحد قال كده يعني، مفيش ابحاث ولا مجلات علميه ولا دكاتره طلعوا قالوا لنا يا جماعه الفيب ده حلو، اشربوا فيب بدل ما تشربوا سجاير. والا كان بقى وسيله معتمده لتبطيل السجاير يعني، او كانوا هم نصحوا بيه. المهم، خلاصه الكلام، ربنا يهدي وربنا يصلح الاحوال. يا ريت كل واحد مش عارف يطلع من دخل في موضوع السجاير ده. وبقول دخل في موضوع السجاير يعني مثلا ايه، بيشرب علبة فاكتر، اللي اقل من علبة ده يقدر يبطل دلوقتي. وانا بقولها وانا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، يعني اعرف ناس كتيرة جدا 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 طالما ما وصلش ال 15 20 سيجارة في اليوم يقدر يبطل سجاير دلوقتي حالا فورا. ابسط ما فيها هيخف واحدة ولا اتنين كل يوم. ده بلدي كده يعني، مش محتاجة اي فتوى ولا اي ترتيب ولا اي حاجه. انت لو قللت واحده ولا اتنين كل يوم خلاص، انت كده على مدار شهر ولا شهرين انت كده برنس، وخلاص تقدر تبطل وتستغنى عنها استغناء كامل. لكن الاكتر من علبه، ركز معايا بقى في اللي جاي ده، سواء بقى الاكتر من علبه ده بيتفرج على الفيديو دلوقتي او حد يهمك، يا ريت تقول له. هحط لكم لينك تحت في الديسكريبشن في الوصف بتاع الفيديو ده، بتاع واحد
انا اعرفه معرفة شخصية، بعزه، بحبه جدا. ده واحد على المستوى الشخصي انسان خلوق جدا ومحترم جدا وانسان فاضل جدا، وانا يشرفني ان هو يبقى استاذي، ويعتبر واحد من الناس اللي ربوني، واحد من اساتذتي، واحد من الناس الافاضل اللي ليهم تأثير كبير قوي عليا في حياتي. وفي نفس التوقيت هو للاسف كان مبلي بالبلوى ديت، وكان فيها فترة طويلة، غرز في موضوع التدخين ده فترة طويلة من عمره، والحمد لله ربنا تاب عليه. بقاله دلوقتي تقريبا سنة وشوية. وعمل حاجة كده توعوية للناس، لو انت ما بتدخنش ازاي ما تدخنش، وتبعد نفسك وتحافظ على نفسك من ان انت ما تدخنش. ولو انت غرزت في التدخين ازاي تعرف تبطل، ازاي تعرف تبطل. بس هو ما عملهاش بقى في صورة فيديوهات زي حالاتي كده، لا ده عمل حاجة اذكى والذ واخف، عشان الناس الملولة اللي بتتخنق وبتزهق بسرعة. عمل كده زي تسجيلات صوتية، فويس نوتس كده صغيرة، ورفعها على القناة بتاعته على اليوتيوب. تمام. فانت دلوقتي ممكن تدخل على القناة بتاعته، اسيب لكم اللينك بتاعها، اسيب لكم لينك اول فيديو ليه. هو تقريبا منزلها في شكل نصايح كده او رسائل، فانت ممكن تتفرج عليهم، تنزلهم كلهم، تحملهم كده من الاخر للاول على الموبايل عندك، وتسمعهم وتنفذ اللي هيقولك عليه، او جرب، مش هتخسر حاجة. والطريقة بتاعته هو بنفسه، ان هو واحد من الناس حاول يبطل بالطرق التقليدية كتير، وعلى يدي بقى، على يدي، لان أنا كنت معاشره سنين طويله في حياته، وحاولت اخليه يبطل الموضوع ده، مع انه اكبر مني في السن، بس للاسف ممكن تقول ما قبلش مني نصيحه، ما كانش وقتها، ما كنتش عندي القدره الكافيه على اقناعه. هو ما كانش قادر في التوقيت دوت يبطلها. الدنيا كانت حواليه، التدخين كان اقوى منه في التوقيت ده، الله اعلم. ولكن هو دلوقتي الحمد لله رب العالمين بطل سجاير تماما، بقاله فترة طويلة جدا، يعني معدي السنة وشوية. ومع ان هو يعني ايه، من النوع اللي صعب يغير حاجة في حياته، يعني من النوع النمطي وصعب يغير حاجة في حياته. المهم خلاصة الكلام، لا انا بقول لك الكلام ده ليه، ما اديتلكش حاجة تانية ليه، بقول لك ده لان ده اعرفه معرفة شخصية، مع 10 سنين طويلة من عمرنا، من عمري ومن عمره يعني. فهسيب لكم اللينك بتاعه، ادخلوا واسمعوا النصايح بتاعته، وسجلوها عندكم، وجربوا، جربوها. والله لو خرجت من التدخين ادعي له دعوة حلوة، ربنا يجازيه خير، وربنا ينفعه بالعلم اللي هو بينقله لنا دوت. دي حاجة جميلة جدا. ما عرفتش، حاول تاني وتالت ورابع وخامس، لان هو في الاول وفي الاخر الموضوع إرادة، إرادة وتصميم وتحدي. وارجع واقول لك تاني، الكلام ده للناس اللي بتشرب اكتر من علبة في اليوم. اللي بيشرب اقل من علبة، 10 15 سيجارة والهبل ده، لا ده ممكن يبطل دلوقتي، دلوقتي. اللي بيشرب اقل من علبة، من فضلك من فضلك من فضلك اقلع فورا عن التدخين. لو خفتهم سيجارة في سيجارة هتلاقي نفسك بطلت تدخين في خلال شهر شهرين بالكتير. مش قادر، اتفرج على الفيديوهات بتاعت اللينك اللي هنزله لك ده بتاع الدكتور حمدي. انا قلت اسمه بقى خلاص، يعني الدكتور حمدي ده انسان انا بعتز بيه جدا، وان شاء الله باذن الله فيديوهات تعجبكم، وان شاء الله باذن الله تكون نافعه ومفيده ليكم. ويا ريت تدوها للناس اللي انتوا بتعزوهم، يا ريت تدوها للناس اللي انتوا بتحبوهم، انشروها عندكم على السوشيال ميديا. خدوا ثواب الافاده بتاعت الناس، خدوا ثواب نقل العلم. ما تخليش العلم يقف عندك. يعني انت جالك علم وقفته عندك، انت كده عليك ذنب، لان انت ما نقلتش العلم ده لحد غيرك، لان غيرك مش هيستفيد بيه. العلم وقف عندك انت حوشته ليك انت، طب انت ما استفدتش، ما تنقله عشان يمكن غيرك يستفيد بيه. يمكن اللي وصل له العلم ده ينقله لحد تاني يستفيد بيه. هتلاقي الدايره بتلف تلف تلف تلف، وتلاقي علم جاي لك لغايه تحت رجليك، من غير انت ما تسعى له، من غير انت ما تتعب. هو ده جزات العلم، جزات العلم نشره. وثواب العلم نشره. هتلاقي علم تاني جاي لك من غير انت ما تتعب فيه، هتلاقي علم انت ممكن تكون محتاجه جدا ودايخ عليه مش لاقيه، هتلاقيه جاي لك لغايه تحت رجليك. ربنا يجازيكم خير، وربنا يصلح الاحوال، وربنا يبعدكم عن كل شر وسوء. من فضلكم من فضلكم من فضلكم، الناس اللي بتلعب رياضه محدش فيهم يهوب ناحيه التدخين. ولو رحت ناحيه التدخين اخرج منه بسرعه. دخلت، جربت، عرفت ان هو حاجه مقرفه، حاجه ريحتها زباله،
حاجة متعبة، من فضلك اخرج منها فورا. ما تستناش، ما تستناش غير لما تتمكن منك. لو اتمكنت منك هتخرج منها بصعوبة، ده لو عرفت تخرج. من فضلكم ابعدوا عن الداهية دي. شكرا. سلام عليكم.